يا مان، خليك يا مان. الفنيين والمهندسون يقومون بالتجهيز الآن لتجهيز الحفار ليقوم بالحفر إن شاء الله تحت خط السكة الحديد بدون قطع خط. تجهيز، مجرد تجهيز، عمل خارق، عمل واضح، أنهم يعرفون شغلهم جيدا. وفي لقاء قصير مع الباشمهندس. يا اهلا وسهلا باشمهندس. اسم سيادتك ايه؟ المهندس احمد عادل. المهندس احمد عادل، يا اهلا وسهلا. ايجاز بسيط كده لمده نص دقيقه. والله ان شاء الله العدايه هتعدي النفق ده. لا تعالى هنا يا باشمهندس احمد. تعالى هنا يا باشمهندس احمد. صورت المكنه. اتفضل يا باشمهندس. الناحيه الثانيه. اتفضل يا باشمهندس. يعني هنا الشغل كله عشان العبور لحفار مجهز تجهيز حديث على احدث تقنيه هيعدي تحت السكه الحديد. هو الفكره في الموضوع كله ان هو يعدي تحت السكه الحديد. السكه الحديد وبعد كده ندخل صواريخ الميه. طيب جميل جدا، ربنا يكرمك يا باشمهندس. طب وهنا الفتحه ليه ما اتعملتش على الجد قبل ما نشتغل؟ زادت شويه. ربنا يوفقكم ان شاء الله. وان شاء الله ده فيديو قصير كده، ولكن عندما يتم نزول الحفار الى قاع البياره ساكون معكم ان شاء الله لنثبت للجمهور الملواني فقط لا غير. الجمهور الملواني يجب ان يعرف طبيعه هذا العمل والمشقه التي تواجه مثل هذه الاعمال حتى يعرف جيدا انجازات يعني انجازات وعمل وطبيعه ما تقومون به.
عمال ومهندسين وفنيين واداريين ومديرون ايضا يقومون على اتمام مثل هذا العمل الراقي الرائع. وان شاء الله لنا لقاء اخر ان شاء الله، وفي حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من موقع ملاوي اصول وجذور ننقل لكم صوره حيه من موقع البياره شرق المحطه او غرب السكه الحديد. شكرا لكم.